عسلامة، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله يكون الصيف خفيف عليكم مع السخانة، ربي يرحمنا. اليوم حبيت نطل عليكم، ولادي شاهين كسكسي بالحليب، فحبيت نعمله معاكم. انا الكسكسي العلا متاعي وفاء، صاحبتي اقترحت عليا هذا كسكسي جديد، انا ما نعرفوش، اول مره باش نجربه. مكتوب عليه 5 دقائق يحضر، دونك باش نجربوه ونشوفوه مع بعضنا، ان شاء الله يجيبني. هاي نطيبوا مع بعضنا. نحطوا الكسكسي في الصحفه نتاعنا، فوالا شطل هو 500 غرام، متوسط، مش جويد كيما نتاعنا، متوسط. نحطو فيه شويه ملح خاطر يبدا مسوس، ميم سي من بعد نعملو حلو. ونحطو شويه زيت، حركو مليح، لين يدخل الزيت في الكسكسي. بعديكا حسب المعلومات نرشوه بشويه ماء، نحركو شويه ملح نحيها، نغطيه ونخليوه يشرب الماء نتاعو. نبدا دريج حسب التقريب، فوالا باش نوريكم. جوست نحلو شويه، ونعبيوه في الكسكاس نتاعنا. نحطوه يفور 5 دقائق. الكسكسي متاعنا حبر، كيما تشوفوا ما شاء الله، مش يشبه ياسر بالحق للكسكسي متاعنا، رغم لي اول مره نطيبه كنت خايفه منه، مي بون عداو تويكا. للكسكسي اللي بلا حليب نحط السكر، مغرفه زبده، اون بون كويير، ندخلوها داخل باش تذوب. صحفه صغيره باش نبدلها. دونك سكر، زبده، قاعده نخمم مره نقول نحطو الكل، مره لا، نذوب الزبده شويه. اللي يحب هكا يحط معاه اعنب والا رمان، لما حالا ما عادش وقت الرمان تويك، عنب، فواكه جافه،
ويولي مسفوف، او انا ولادي يحبوا بلوتو بالحليب. دونك اي فوالا كسكسي احضر. شوفوا الزبده ذابت، فما شكون يستنى ما عادش ينجم pour la dégustation. هاي بسم الله.